جدل كبير بين الجمهور على اسم مولود حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وهذا أول تعليق له. ولماذا هذا الاسم تحديدا؟ حرصت المستشفى الذي اختارتها الفنانة إيمي سمير غانم وحسن الرداد على نشر صور لتجهيزاتها الخاصة لاستقبال الأطفال في فرعها بالشيخ زايد. ونشر الحساب الرسمي للمستشفى ولادة نجل إيمي سمير غانم وحسن الرداد صور الديكورات والتحضيرات الخاصة باستقبال الأطفال كنوع من الخدمات التي تقدم لزبائنها عبر الفيسبوك. جاء ذلك عقب ساعات من إعلان خبر وضع إيمي سمير غانم طفلها الأول من الفنان حسن الرداد بعد 7 سنوات من الزواج، وحرصهم على إضافة السرية على الحدث. وكشفت العديد من المصادر عن استقبال الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم مولودهما الأول، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة، حيث حرص الزوجان على عدم تسريب خبر الحمل خلال الفترة الماضية. وأكد حسن الرداد الخبر لبرنامج إي تي بالعربي، ولم يعلن أو زوجته إيمي سمير غانم عن اسم مولودهما حتى الآن، إلا أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد توقعوا أن يكون اسم الطفل سمير على اسم الفنان الراحل سمير غانم. ولكن حسن الرداد كان قد حل في فترة ماضية ضيفا على برنامج صدى الملاعب، وقال انه في حالة رزق بطفل سيطلق عليه اسم فادي على اسم شقيقه الراحل والذي توفي في سن صغير. واكد الفنان حسن الرداد ان معرفة متطلبات اي شخصية والابحار في تفاصيل خلفيتها هو مفتاح مضمون للنجاح.